هلوز يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهارده بقى في الفيديو دوت برضو كله اول الشتاء، عشان يا تلحقوا يا ما تلحقوش. جبت للولاد شويه حاجات كانوا محتاجينها، وجبت لهم بيجامات. بس البيجامات للاسف ما عرفتش ان انا اصورها لان نسيت بمعنى اصح يعني. جبنا دول تمام، شايفين؟ تعالوا بقى اوريكم. اول حاجه جبتهم منين؟ جبتهم من إلسي. طبعا اي فرع إلسي انتوا يعني يكون قريب منكم. هقول لكم على حاجه، لما تيجوا تدخلوا تشتروا من مكان، من محل يكون كبير زي إلسي، كبير كمساحه مش كبير كبراند، لان إلسي هو مش براند ولا اي حاجه يعني، علشان الناس بتقول ان هو براند. لا، هو مش براند خالص يا جماعه، هو محل عادي جدا بس ليه اسمه بمعنى اصح يعني. خامته كويسه، لكن هو مش براند يعني. هو وماكس واتش ان ام والحاجات دي كل دول مش براندات، هم ديت ماركات ليها اسم يعني، فاهمين؟ لكن مش الحاجات اللي هي الواو الخزعبليه. فدخلت إلسي، رحت طبعا الحاجه اللي معروضه او اللي متعلقه غاليه، تمام؟ غاليه. هتلاقوا الحاجه بقى فين الحلوه اللي سعرها يكون اهون وفي نفس الوقت هتديكم الحاجه اللي انتوا عايزينها؟ هتلاقوها اول ما تدخلوا عند الفيتنج روم. بتبقى في ناس مكان ما بتقيس ومكان ما بتعمل مركنين الهدوم بره، فبيبقوا حاطين ستاند ومعلقين عليه الحاجه. دوروا فيه، لان انتوا هتلاقوا فيه الستاندات اللي هي بتبقى متطبق عليها الحاجه، برضو هتلاقوا فيها الحاجات اللي بتبقى معروضه. في الغالب هي بتبقى اغلى وبتبقى اشيك وافخم، فهم بيبقوا حاطينها كواجهه للمكان. لكن انتوا لو دورتوا ده في اي محل، لو انتوا دورتوا ما بين الاستندات وفتشتوا كده، هتلاقوا اسعار اقل بكتير من اللي معروضه، من اللي انتوا شايفينها قدام عينيكم. فتعالوا اوريكم بقى جبت ايه. طبعا الدود عجبها ده، بس هي لبسته، هي تاني يوم لبسته هي، وهي عايزه تطلع من المحل تلبسه. جابت ده. طبعا ده جاي مقاسي اساسا يعني، دي ده عندي ما شاء الله كبرت. دوت كان ب 700، لا ب 700 ايه، ب 550. ب 550 دي 550 غالبا 550. بصوا اهو، هي دي ده طبعا دلوقتي كبرت، عايزه الستايلات اللي هي الشبابي يعني. هي بتحاول ان هي تقلد طريقتي في اللبس يعني. هي جو الدباديب والحاجات ديت خلاص ما بقاش بيجي معاها سكه خالص يعني. فجابت ده، ايه رايكم؟ حلو جدا. طبعا هو تحسوا ان هو اوفر سايز شويه، بس هو حلو يعني. هو الحلو ان انا ممكن البسه منها، بس هي طبعا مش هترضى يعني. دوت كان يا ب 500 ب 550. طبعا إلسي اهو يعني اكيد ده من إلسي يعني. ممكن يتلبس تحتيه هاي كول اسود او ابيض او جراي، حسب بقى ما انتوا عايزين، انتوا حرين. وجابت البنطلون ده. البنطلون ده عجبني انا اصلا اول ما مسكته. البنطلون دوت اقسم بالله كان واقع ناحيه الفيتنج روم، انا ما لقيتهوش لان انا كنت عايزه مقاس اصغر سنه، اصغر نمره. ما لقيتش دوت، كان واقع. وانا ما اعرفش، هي انا اول ما دخلت كل واحد انتشر في حته يعني، بجد والله. عمر لقيته جايب لي كميه شماعات ملهاش اول من اخر. قلت له ايه ده يا حبيبي؟ انا قلت كل واحد حاجتين، انتوا ايه اللي انتوا جايبينه دوت؟ بس انا عليا عايزه اجيب لهم الدنيا كلها يعني. فلقيت البنطلون دوت، بصوا هو من فوق ايه، استك كده اهو، شايفين اهو. دوت مقاس من 11 ل 12 تمام. من تحت وايد ليج، مش سكيني طبعا عشان دي ده ما بقتش تلبس سكيني. بصوا هتلاقيه عايز يتغسل. هي لبسته مره واحده، تاني يوم على طول. وطبقت البنطلون بتاعه وحطيته في الدولاب وما حطيتوش في الباسكت. طبعا كنت من حوالي شهر ونص كده كنت جايبه لها بنطلون جينز برضو وايد ليج، بس كنت جايباه من بافلي لو انتوا عارفينه، برضو هو محل استوكات وكده. وكان البنطلون ب 599 جنيه والله العظيم، ب 599 جنيه. في تقطيعات كده وكده يعني. فكان ب 599 جنيه، دوت ب 700 جنيه. عامه هو مفيش بناطيل رخيصه خالص، حتى المحلات اللي هي الصغيره اللي على قد حالها اقل بنطلون ب 500. وجبت العمر ده، طبعا هو من جوه يعني مبطن شويه اهو، شايفين؟ ده بكام؟ 500 499 جنيه. حلو. دوت ممكن يكون اتقل حاجه في اللبس اللي جاب يعني. ما جبتش جواكت ليهم لان هم عندهم جواكت من السنه اللي فاتت. ده لبسه برضو تاني يوم لما كنا نازلين،
بس انا عندي عمر تحسوا ان هو اعقل من دي ده شويه. يعني عاقل، هو عايز يجيب بس مش مهم يلبس يعني، بس المهم ان هو جاب. ده كان هقول لكم سعره لان الباقيين زيهم. بصوا بلوفر طبعا حلو جدا اهو، الوانه روعه خرافيه. تاني يوم لما نزلنا لبسته تحتيها شميز ابيض مع البنطلون الجينز والشوز، كان زي القمر. عقبال يا رب ما اشوفهم احسن ناس في الدنيا. فجبت دوت لعمر. ديدا ما جابتش حاجات كتير لان هي ما لقيتش اصلا مش عشان حاجه. جبت دوت لعمر بالضالين، اقسم بالله بالضالين. ما كانش راضي يجيبه علشان هو فيه رباط من فوق. بكام برضو دوت؟ ب 499 يعني 500. حلو. بصوا رجله من تحت. طبعا هو عمر عايز الجينز العادي فانا حاولت ان انا اقنعه بالعكس ان هو حلو، وقلت له على فكره هو مش لازم الراجل يعني يلبس بنطلون جينز ويكون مثلا ماسك سنه وكده يعني. فجابه ده ب 500. هما بس الحاجتين دول اللي لبسناهم فوريتهم له، وعمر اللي كان ليه النصيب الاكبر يعني. بصوا انتوا في الكاميرا تحسوا ان هو كبير لكن هو مش كبير اصلا. برضو كل دوت لما بيتلبس يعني ما نلبسش، ما نستهونش بلبس الولاد يعني. ده ما يتلبسش لوحده، ممكن لو لبسنا تحتيه اي قميص صيفي نص كم اي حاجه اي حاجه، والياقه بس تطلع بيدي شكل تاني خالص لللبس. اهو بكام ده؟ ب 400 399 جنيه. كان بكام؟ كان ب 600، كان 500. طبعا ده كل ده ضحك على الدقون يعني، بس احنا بنصدق. احنا كشعب بنحب كلمه سيل وبنحب الاوفرات وبنحب الحاجات دي، وهم اصلا كلهم بيدونا على قفانا واحنا ايه مبسوطين وراضيين يعني. قال هم بقى نزلوا لنا ال 200 جنيه. وعمر جاب ده برضو، جبت لهم برضو كل واحد بيجامتين حلوين قوي واسعارهم حلوه. جبتهم ساعه لما جبت ليا البيجامه الجديده ديت. اها ده برضو نفس السعر، ده ب 400 برضو. الزيتي، وانا اعشق الزيتي واللي يلبس زيتي يا خرابي العشق. وجبنا ايه تاني؟ وطبعا ديدا ما لقيتش فعلا حاجه ليها تناسبها، او هي ديدا مش عايزه الحاجات اللي موجوده اللي هي عليها دباديب والحاجات ديت، هي عايزه الحاجات اللي يعني شويه شبهي. طبعا هي كانت عايزه تجيب سويت شيرت اسود خالص، عايزه تجيب كل اللبس بتاعها سويت شيرتات اوفر سايز على البنطلون الوايد ليج، وهي كده ايه 100 فل و14. طبعا نقنعها يمين نقنعها شمال ان هي لسه صغنونه، لا هي شايفه انها كبرت وعايزه تلبس حاجات الكبار شويه. طبعا اقتنعت بدوت بالعافيه، كانت مش راضيه عنه خالص عشان عليه سمايل فيس، بس اقتنعت بيه لان هي لما لبسته لقيته ان هو اوفر سايز. فعارفين مهلهل يعني، مش مهلهل، هو ستايله كده، فهي حابه ان هي ام فانكي. عارفين انتوا محمد هنيدي ام فانكي يا بابي، هي كده بالظبط. فكانت لابساه وطالعه لي من الفيتنج روم عماله بقى ايه تنزل الكم، يعني هي عايزه تنزل الكم كده كده، ده حتى في المدرسه هي بتعمله كده. فاقتنعت بيه، وكانت هي قاسته على البنطلون الاسود اللي جابته، فكانت ايه راضيه عنه يعني. والبيجامات يا ريتني وريتها لكم في الفيديو اللي فات. بس شلتها بعيد خالص عشان لسه مش هنلبسها دلوقتي يعني انا قلت ممكن ايه على اخر على الكريسماس كده ايه البسهم واحده. فطبعا طول ما هم شايفين الحاجه قدامهم عايزين يلبسوها. فدوت اللي جبته من إلسي. فزي ما قلت لكم انتوا حاولوا ان انتوا تنقوا الحاجه اللي ما بين الاستندات اللي عند الفيتنج روم، لان انتوا فعلا هتلاقوا عند الفيتنج روم. دي توكه معرفش ايه اللي جابها في ايدي بس مش مشكله. دوت كان الفيديو بتاع النهارده. الفيديو الجاي بقى هيبقى عن شغلي، بس انا بدات لكن لسه ايه الدنيا ما تمتش. فالفيديو الجاي هوريكم شويه حاجات من اللي انا اشتريتهم علشان تبقى ديت ليا انا يعني. طبعا انا عليا نفسي افتح حاجات كتير قوي بس ايه مفيش بقى. بصوا بارك الله فيما رزق. ده كان الفيديو بتاع النهارده. هتوحشوني جدا 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 لحد السنه الجايه، لحد الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، باي باي.